السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتحب الكهرباء او الكنترول، الفيديو ده معمول مخصوص ليك انت. النهارده هنتكلم عن فكرة كتير من الناس تسمع عنها، ولكن قليل جدا اللي بيفهمها صح. الفكرة دي بنستخدمها في كل لوحات الكنترول، من اول المواتير الصغيرة لحد خطوط الانتاج الكبيرة. في الحلقة دي مش هتكون مجرد توصيلات تشوف مجرد توصيلات، لا، انت هتفهم ليه بنوصل كده، وازاي اي خطأ بسيط جدا ممكن يخلي الدايره كلها ما تشتغلش. فركز معايا خطوه بخطوه، علشان في اخر الحلقه هيكون في سؤال ذكي اللي هيجاوب عليه في الكومنتات هو فعلا اللي بيفهم كنترول صح. يلا بينا نبدا. معانا هنا في دايره الفورورد ريفيرس اللي احنا عارفينها كلنا، يعني اشتغلناها قبل كده. جميل. كان بيبقى فيها مفتاحين ستارت فورورد وستارت ريفيرس، وكان بيبقى فيها انترلوك. الانترلوك جميل، ده الكونتاكتور بتاع الفورورد، وده الكونتاكتور بتاع الريفيرس، وده النقطة المساعدة بتاع الريفيرس، وده النقطة المساعدة بتاع الفورورد. ده الانترلوك اللي معمول بين الاثنين، كونتاكتور ريفيرس كونتاكتور فورورد. دي الدايره البسيطه جدا اللي احنا كنا بنشتغلها مع بعض. كنت اجي ادوس ستارت فورورد، تمام، ادوس ستارت فورورد التيار يمشي كده، النقطه دي تقفل، تمام، يتاكد الاول ان ده مفصول. لو ده مفصول يبدا الكونتاكتور يشتغل فورورد. طب لو ده شغال دوست مهما دوست مش هيشتغل فورورد الا لما الريفرس يفصل. جميل. طب انا هنا في الدايره ديت، انا لو كنت مثلا شغال فورورد ودوست ستوب، تمام، بعد ما دوست ستوب رحت داس ستارت على طول ريفيرس، ممكن الموتور التورك بتاعه ما يكونش واقف، فبالتالي يبدا الموتور يبقى كان فورورد بيلف لسه ما وصلش لحاله فصل النهائي السكون، يبدا يلف تاني ريفيرس، فده ياثر على عمر الموتور ويأثر على الموتور نفسه. وبكده بدأنا نعمل حاجة موجودة في الدوائر، تمام، بتحافظ على عمر الموتور أكتر، وتحافظ على عمر العامل اللي واقف على المكنة نفسها عشان ما يحصلش أي مشكلة ليه. فهنيجي هنا نعمل إيه؟ هيكون معانا هنا ريلي. الريلي ده هستخدمه هنا في الدايره بتاعتي كحفظ حاله. اخر حاجه كانت شغاله من الاثنين يبدا الريلي يعمل حفظ حاله ليه. بمعنى هنا النقطه المساعده للريلي اللي احنا عارفينها زي ما استخدمناها في الكونتاكتور، وادي الكونتاكتور فورورد، وادي الكونتاكتور ريفرس، وادي الريلي. حلو الكلام. الريلي دلوقتي انا دوست ستارت، شغلت فورورد، اشتغل الكونتاكتور فورورد، جميل. دوست ستوب، لما دوست ستارت الاول كان النقطه ديت لقطت الريلي بقى ملتش على نفسه فاشتغل. دوست ستوب، فصلت هنا، خلاص مفيش ولا حاله من الاثنين شغاله، ولكن الريلي هيفضل شغال. جميل كده. يبقى انا عملت حاجه اسمها حفظ حاله، استخدمت الريلي في الحاله ديت كحفظ حاله لاخر جزء شغال من الاثنين. المهم ان هو كان شغال حاله. جميل. طب هبدا استفيد من ده في ايه، او هستفيد منه ازاي؟ هنيجي نحط هنا كمان نقطه نورمالي كلوز، ونقطه نورمالي كلوز، ونقطه نورمالي اوبن، وهناخد تايمر 5 ثواني او على حسب المده الزمنيه اللي انت محتاجها في الدايره بتاعتك. حلو الكلام. هنيجي هنا، ده الكونتاكتور الريفرس، وده الكونتاكتور الفورورد، وده الريلي. طيب جميل، حلو الكلام ده. اصبح انا دلوقتي في الدايره بتاعتي حاجه اشتغل، دوست ستارت، شغلت فورورد اشتغل،
فصل الريلي لقط فضل شغال. حلو، اصبح انا حققت الشرط ده، الريلي فضل شغال. حلو، والاثنين دول مفصولين، اصبح التايمر هيبدا يعد. جميل، هيعد. طب بعد ما يعد هاخد الاكشن على ايه؟ ما انا كده برضه ما استفدتش. هاخد الاكشن على ان انا هعمل نقطه نورمالي كلوز هنا من التايمر. طب بتعمل ايه النقطه دي؟ النقطه دي لما انا حاجه افصل الحاله من الحالتين ويكون الريلي شغال، يبقى انا حققت الشرط ده. بناء على الشرط ده التايمر هيبدا يشتغل. لما التايمر هيبدا يشتغل ويعد الخمس ثواني بتوعه هيفصل الريلي. تمام؟ بعد ما هيفصل الريلي بالتالي هيفصل نفسه. طب انا برضه استفدت ايه؟ انا ما استفدتش حاجه كده من الريلي. هاجي حاطط بقى هنا، هاجي حاطط هنا نقطه نورمالي كلوز، واحط هنا نقطه نورمالي كلوز. النقطه دي جايه منين؟ النقطه دي جايه من الريلي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. النقطه دي جايه من الريلي بقى علشان انا لما حاجه ادوس ستارت فالدايره دي هتقفل. الدايره دي لما تقفل الكونتاكتور فورورد اشتغل. دوست ستوب كان الريلي لقط، الريلي اشتغل. كان الريلي اشتغل. حلو الكلام؟ الريلي اشتغل وكده دول فاصلين، ده فاصل وده فاصل. الريلي شغال. حققت انا كده الشرط ده اللي هو يكون الاثنين كونتاكتور فاصلين والريلي يكون ايه؟ شغال. يبدا التايمر يعد 5 ثواني. بعد ما خلص ال5 ثواني يفصل الريلي. طب انا في اللحظه اللي بيكون الريلي ملقط فيها والتايمر بيعد، هل انا لو بيبقى الحالتين فاصلين، هل انا لو جيت دوست ستارت هنا او دوست ستارت هنا فيهم حاجه هتشتغل؟ لا، مفيش حاجه هتشتغل. طب اشمعنى مفيش حاجه هتشتغل؟ علشان الريلي هيكون شغال. فالريلي لما هيكون شغال النقطه النورمالي كلوز هتبقى النقطه مفتوحه، فدوس مهما تدوس النقطه الدايره مسار مفتوح، هيكون مفتوح، فالتيار مش هيعدي، فمش هيلبش معايا الكونتاكتور. اصبح انا مهما ادوس مش هيشتغل. استفدت ايه بالدايره ديت؟ الدايره دي استفدت منها ان انا لما حاجه اكون مشغل حاله من الحالتين مش هقدر افصل الموتور وارجع اشغل حاله ثانيه على طول. لا بالعكس، انا هتك ستوب، وعشان اجي اشغل حاله من الحالتين تاني لازم استنى التايمر يعد علشان اضمن سلامه الموتور والعامل اللي واقف على الموتور، وبكده يبقى انا حافظت على عمر الموتور وحافظت على العامل اللي واقف على الموتور. جميل الكلام؟ جميل الكلام. طب هل انا ممكن اعمل حاجه ثانيه موجوده في الدايره ديت؟ جميل الكلام. هل انا ممكن اوفر نقط من الدايره دي؟ يعني مثلا هل انا عند التايمر بدل مثلا باخد نقطه من الريلي هنا ونقطه من الريلي هنا ونقطه من الريلي هنا ونقطه من الريلي هنا، هل انا ممكن اوفر النقط دي؟ لان برضه احيانا مش متوفره معايا في الكومبوننت. يعني ممكن يبقى ريلي نقطتين، ممكن يبقى 3، ممكن يبقى 4، فعلى حسب، فدايما مش متوفره معايا. جميل. طب انا ممكن هنا اجي كده، مش ده نقطه مفتوحه ريلي؟ جميل. ودول نقطتين مقفولين. حلو الكلام. مش ممكن اجي اعمل كده واحط التايمر ده هنا ويبقى انا كده لغيت ده خالص ولغيت ده خالص، والنقطتين دول هيكون الكي فورورد والكي ريفرس وده التي. بمعنى كده انا ايه؟ انا كده برضه عملت ايه؟ انا كده وفرت نقطه من الريلي. ما انت برضه بتدور على انك انت توفر كومبوننت، لان معظم الكومبوننت مش دايما هتكون متوفره معاك.
ولو متوفره فانت راجل مهندس، المفروض انك انت بتوفر للمكان اللي انت شغال فيه عشان فعلا يبقى انت بتثبت كفاءه. حلو الكلام. اصبح انا برضو كده شغلت، دوست ستارت، لا شغلت الكونتاكتور الفورورد. حلو. الريلي اشتغل، نتش على نفسه واشتغل الريلي. جميل. الريلي كده ملقط معايا. دوست ستوب، فصلت الحاله اللي انا شغال عليها. هل الريلي هيفصل؟ لا مش هيفصل. ادي الريلي شغال في مسار كهرباء ماشي كده، شغال ماشي كده. حلو. التايمر انا محقق الشرط ده. هل الكونتاكتور الفورورد فاصل؟ فاصل، يبقى ده تمام. هل الكونتاكتور الريفرس فاصل؟ فاصل، يبقى كده تمام. يبدا التيار يمشي كده، التايمر يبدا يعد 1 2 3 4 5، يفصل الريلي. ساعتها يبقى انا اقدر ادوس ستارت هنا او ستارت هنا عشان اقدر اشغل الموتور تاني مره تانيه. من غير كده يبقى الموتور ما يشتغلش. طيب كلام جميل. طب هل الريلي اللي احنا مستخدمينه شكله ايه او ازاي؟ الريلي اللي احنا مستخدمينه خلينا نشوفه مع بعض. هو بيكون شكله كده 14 نقطة، 14 طرف. جميل. الريلي ال 14 طرف دول بيكون 4 نقط، 4 نقط كومن، يا اما نورمال كلوز يا اما نورمال اوبن. بيكون الكومن فيه 9 و10 و11 و12. بيكون فيه الباور اللي هو الكويل 13 و14. الكومن بيكون 9 و10 و11 و12. بيكون نورمال كلوز لما تكون التسعة مع الواحد، وتكون نورمال اوبن لما تكون التسعة مع الخمسة. كذلك لما يكون نورمال كلوز لما تكون العشرة مع الواحد الاثنين، ولما تكون العشرة مع الستة يبقى نورمال اوبن، ولما يكون ال11 مع الثلاثة يبقى نورمال كلوز، ولما يكون ال11 مع السبعة يبقى نورمال اوبن، وال13 وال14 هما النقطتين بتوع الباور بتوع الريلي. كلام جميل، كلام جميل. طيب انا دلوقتي برضه عشان ااكد تاني على التايمر عشان لو مش عارفين اطراف التوصيل بتاعته. التايمر كان عندي كام سلك؟ كان عندي ادي واحد. التايمر كان عندي فيه نقطتين، ده التايمر اللي احنا مستخدمينه. كان عندي في التايمر ده نقطتين كومن اللي هما كانوا 1 و8. 1 و8 كومن. حلو. وكان عندي 2 و7 باور. وبيكون في تايمر يعني بيعد بطرق تانية، ممكن يبقى 60 ثانية أو ممكن يبقى 10 ملي سكند أو 60 ملي سكند لساعة مثلا أو 6 ساعات. وساعتها بتبدأ تغير أو تشيل البكرة دي، وبيكون في كفر تاني تحت دوت للتايم التاني عشان يعد بيه، وبتتحكم فيه من المربع ده على نوع العد بتاعه يكون ايه، نظام العد من هنا محدد لك يا اما 2 يا اما 1 4 وكده. كلام جميل، كلام جميل. هنبدا نشتغل الدايره دي عملي مع بعض ونشوف بتشتغل ازاي او فكرتها بتكون في التوصيل عامله ازاي. احنا هنا شفناها على البورد بتكون كلاسيك عامله ازاي. احنا بقى هنوصلها كلاسيك مع بعض ونشوف هي بتبقى شغاله ازاي، النظام بتاعها ازاي، الشروط دي تتحقق على البورد على الكلاسيك كنترول في اللوحه. يلا بينا نبدا، يلا بينا نبدا. ده الريلي بتاعنا هنركبه بس عشان ايه يبقى الدايره كده تمام اهو ركب. هنبدا نشوف شكل التاسكايه ديت بتشتغل ازاي عملي، وازاي وصلناها كده او ازاي بدانا نوصلها كده، وايه الحاجات اللي فوق دي بتاعت ايه. جميل. هنرفع الباور عشان نشوف الاول ماشي ازاي. رفعنا الباور، معانا هنا 2 ستارت اهو، فورورد ريفيرس، والفورورد الكونتاكتور فورورد والكونتاكتور ريفيرس، والستوب بتاعي اللي انا مستخدمه. حاجه ادوس ايه؟ هدوس ستارت، اشتغل الكونتاكتور الفورورد، اشتغل واشتغل معاه الريلي زي ما احنا كنا قايلين في الشرط ان الريلي بيشتغل مع اي حاجه من الحالتين. حلو الكلام. الريلي اشتغل. طيب هدوس ستارت على الايه؟ على الريفرس. مفيش اي اكشن بيحصل.
عشان طبيعي مفيش اي اكشن هيحصل لان انا عامل انترلوك بين الاثنين، فمفيش اي حاجه هتشتغل. طب دوس ستوب، دوست ستوب، حلو، دوس ستارت هنا مفيش، لا اشتغل. ليه؟ لان التايم هنا صغير، هنكبر التايم شويه عشان نلاحظها. دوست ستوب، الريفرس فصل. هل الريلي فصل؟ ما فصلش. طول ما التايمر بيعد ريلي مش هيفصل. دوس اي حاجه تانية اشتغل لان التايمر خلص عد. دوس ستوب، تعالى دوس فورورد ما اشتغلش، دوس ريفرس ما اشتغلش. طب ما اشتغلش ليه؟ مش هيشتغل الا لما التايمر يخلص عد عشان يضمن ان يكون الموتور واقف، وابدا ارجع اشغل حاله من الحالتين تاني. اهو الريفرس اشتغل. دوس فورورد ما يشتغلش، دوس ستوب فصل، دوس فورورد ما يشتغلش. لازم التايمر يخلص العد عشان ابدا اعرف اشغل حاله من الحالتين. ولما التايمر بيخلص عد زي ما كنا راسمين في الرسمه بتاعتنا الكلاسيك، ان لما التايمر بيخلص عد بيفصل الريلي معاه علشان ما يبقاش في حاجه شغاله تسحب تيار معايا. ساعتها اقدر اشغل حاجه من الحالتين. شغلت الفورورد يبدا الريلي يلتش معايا مع الفورورد، شغلت الريفيرس هيبدا الريلي يشتغل معايا مع الريفيرس. في اي حاله من الحالتين الريلي بيشتغل كحفظ حاله لحاجه من الاثنين. ومن هنا اقدر كده افهم ان انا لو شغلت فورورد او شغلت ريفيرس الريلي بيشتغل، ولما اجي ادوس ستوب الحاله من الاثنين بتفصل والريلي ما بيفصلش، وبالتالي ببقى حققت الشرط بتاع التايمر والتايمر يبقى شغال. ولما التايمر يبقى شغال هيعد الثواني بتاعته اللي هي بتاعت الستوب، الانتظار لحد ما الموتور يرجع لحالة السكون. ساعتها اقدر ارجع اشغل حالة من الحالتين تاني. ولما التايمر بيفصل معاه الريلي. كلام جميل، كلام جميل. طب انا وصلت الكلام ده ازاي؟ ودول ايه برضه؟ انا ما عرفتش ايه دول. دول عندي اسمهم نقط اوكسيلاري، نقط مساعدة. النقط دي بستخدمها لما اكون هستخدم من الكونتاكتور اكتر من نقطة، يعني محتاج فيه نقط كتير. وانا هنا عندي في الكونتاكتور في كونتاكتورات بيبقى فيها نقطة واحدة نورمالي اوبن، نقطة واحدة نورمالي اوبن. هنا معايا في الكونتاكتور ده في نقطتين نورمالي اوبن نورمالي كلوز، بس احيانا مبيبقاش معايا في نقطتين في الكونتاكتور نفسه، فبالتالي بلجأ لحاجة زي كده. دي بتديني نقط مساعدة اكتر، تديني نقطتين نورمالي كلوز ونقطتين نورمالي اوبن، ومنها اقدر اكبر حجم الدايره في التاسكات بتاعتي، يعني اقدر اعمل بقى حاجات اكتر، نقط اكتر في المشروع بتاعي. كلام جميل، كلام جميل. طيب هنا بمسك التاسكايه او بمسك المساله بتاعتي، باجي هنا معايا ادي فرده من الكهرباء، فرده من الكهرباء تانية تحت نيوترال. الكهرباء دخلت على الستوب، باخدها من عند السيركت بريكر على طول على الستوب، وببدا من الستوب اوزع. طب هل هي راحت لحاجه تانية قبل الستوب؟ راحت هنا، راحت للثلاث نقط دول، وراحت هنا للنقطتين الثلاث نقط دول للتايمر. واول حاجه برضو باخدها النيوترال بيجي من هنا، دخل على كونتاكتور فورورد، دخل على كونتاكتور ريفيرس، دخل على الريلي، دخل على تايمر. بيبقى باخد نقطه النيوترال من اول السيركت بريكر، ارجع ادخلها هنا على التايمر، ادخلها على الكونتاكتور من هنا على اي واحد هنا، على اي واحد هنا، ادخلها على الريلي هنا. يبقى كده وزعت النيوترال. ابدا بقى اشتغل فين؟ في الخط اللي فوق. من بعد الستوب دخلت على ستارت 1 بتاع الفورورد، دخلت على ستارت 2 بتاع الريفرس، وبعد كده اخد النقط المساعده بتاعتهم، وبعد كده طلعت منها على نقطه ايه؟ الريلي. طب الريلي هل انا ممكن استخدم نقطه تانية، نقطه اولى استخدمتها مثلا هنا، هل ممكن استخدم؟ ما هي نقطه، هل ممكن استخدم نقطه هي دي؟ لا ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ لان هيعمل معاه تداخل بين النقطتين. لما اجي استخدم النقطه دي هي هنا كده هعمل تداخل بين النقطتين، وساعتها الدايره مش هتشتغل. يعني مهما هعمل الدايره مستحيل تشتغل، لان كده عملت عطل في الدايره. طيب ساعتها لازم النقطه اللي استخدمها لو استخدمتها هنا ما ينفعش استخدمها هنا. تمام؟ النقطه اللي استخدمتها هنا ما ينفعش استخدمها هنا. حلو الكلام؟ حلو. طب هنا استخدمت النقطه دي وجيت وفرتها على البورد، قلت لك ممكن نشيل دي وناخد خط من هنا، نحط النقطتين دول هنا ونشتغل الدايره بتاعتنا عادي. اشمعنى؟ لان هنا النقطه جايه من الكهرباء على طول، داخله على شرطين، لو دول مفصولين مفيش حاجه تانية هيشتغل. فمفيش الكعبله، مفيش مثلا ايه، مفيش ان هنا لا حجمك ستارت وحجمك نقطه مساعده من الكونتاكتور ده وانترلوك والكلام ده كله، لا. فعشان كده ببقى وفرت النقطة فعلا وبتكون صحيحة.
جميل. انا هنا اشتغلت الاربع نقط بتوع الريلي. حلو. وكل كونتاكت اشتغلت 4 نقط للريلي، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. واشتغلت في الكونتاكتور ادي 1 الفورورد ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 نقط كونتاكتور، وكذلك 4 نقط كونتاكتور ريفرس، يعني 4 فورورد 4 ريفرس. حلو الكلام، حلو الكلام. دي كده تسقية الفورورد ريفرس، ومعايا فيها اسطوب الانتظار اللي هو بالتايمر لتأخير بدء تشغيل حالة من الحالتين حفظا على سلامة الموتور والعامل اللي على الماكينة. سؤال نهاية الحلقة في دايرة يمين شمال. سؤال نهاية الحلقة في دايرة يمين شمال باستخدام 2 كونتاكتور، لو حصل ان الكونتاكتور اشتغل في نفس اللحظة بسبب تلف في الانترلوك او خطأ في التوصيل بتاعي اللي انا موصله، ايه اللي ممكن يحصل للموتور وقتها؟ وايه هي افضل طرق حماية في الحالة اللي زي ديت للموتور بتاعي؟ اكتب لي اجابتك في كومنت، ولو شايف المعلومة بسيطة ومفيدة ما تنساش تدعمني بلايك ومتابعة عشان يوصلك كل جديد.